سلام الله عليكم جميعا. بعد الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للمؤثرة هناء بيوتي تمشي حافية وكثرة القول أنها أصيبت بالجنون ونشرها هي بذاتها الفيديو، تبين أن الفيديو مجرد خدعة فقط لزيادة المشاهدات، حيث كانت تعلم بتفاصيل الفيديو لكنها أعادت التصريح بإصابتها بالسحر. وبعد قلق الكثير من متابعيها وبكل برودة أعصاب، هناء بيوتي تظهر مبتسمة ضاحكة وتنشر الفيديو الأصلي كاملا، والذي ما هو إلا إشهار لصاحب محل وكوافير معروف لصناعة البوز. فما سبب هذه التفاهات؟ غضب كبير من الشعب الجزائري بعد نشرها لهذا الفيديو، إذا لا داعي لأن تقلق متابعيها بهذه التفاصيل التافهة. في الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس المشاهدة ليصلكم جديد أخبارنا كل يوم. إلى اللقاء.